ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى، يعني النهارده فطار بعد العيد. فطار العيد لازما، العيد الصغير عامه او العيد الفطر. بيبقى كحك وبسكوت على طول. الفطار بيبقى مثلا شهر كده بعد العيد، كحك وبسكوت. بصوا بقى ان ماما كانت جايبالي، اوريكم دلوقتي. بصوا كحك بقى، بصوا كحك بقى بالسمنه البلدي، واوعى، تحفه تحفه تحفه. بصوا دايب دايب، بصوا دايب، تحفه تحفه بجد. تمام. عامله كحك بقى، وطبعا بسكوت، كحك بقى وبسكوت وشاي بلبن او نسكافيه زي ما انا هعمل دلوقتي. اهو ده البسكويت بقى. بسكوت تحفه بجد. تمام. هنعمل بقى شاي بلبن او نسكافيه مع طبعا الكحك والبسكويت بقى. وكنت هنا مطلعه طبق كفته من الفرن، من الفريزر. فرن ايه؟ من الفريزر. انا بصراحه مش عايزه اكل كفته الحيتي، يعني مش عايزه اكلها كفته الحيتي. عايزه اعملها بطريقه جديده لان انا زهقت من كفته بصراحه. هعيد تدويرها. اول ما تفك كده من التلج هقوم ضربها في الكبه بقى مع شويه. هقول لكم انا هعمل ايه، بس نعمل الفطار الاول ونفطر وبعد كده ايه نظبط. يعني بصوا الدنيا نظيفه ما فيهاش اي حاجه خالص، يا دوبك بس ان انا هعمل الفطار وبعد كده ايه نشوف اللي ورانا ايه. هنا بقى اللبن هنحطه بقى هنا على النار. مهم. لا العين مش مظبوطه. تمام. نحطه كده على النار بقى مع نفسيته، عقبال ما ايه ما نحط الكحك والبسكويت في ايه في طبق. نحط بقى الكحك اهو نص كده في الطبق. كحك كده تحفه والله بالسمنه البلدي. وايه بقى مقولكوش والله العظيم طعمه خيال، احلى من محلات مليون الف مره. والله العظيم احلى من محلات مليون الف مره. اهو كفايه كده. ناخد بقى بسكويت. اهو اعمل لك نسكافيه. زعلان مني ياسين عشان ايه مش راضي اجيب له لعبه معينه، يعني زعلان مني بقى. هنا بقى عندي هنا نسكافيه جولد تحفه. يعني عايزه اقول لكم والله العظيم تحفه قوي قوي قوي. مش هزود في السكر قوي برضه. تمام كده قوي، مش عايزه سكر تاني. تحفه بقى يا بنات والله. كوبايه النسكافيه بقى مع طبق الكحك والبسكويت. وعايزه اقول لكم ده فطار بعد العيد، ده الفطار الرسمي اللي بعد العيد بجد. شايفين بقى الجمال؟ بسكوته يعني بصوا متحطينه كده تخرج تتاكل على طول بقى. طعم تحفه. ايه رايكم بقى؟ تحفه. هروح اكل ونرجع نعمل الغدا.
والله العظيم انا مش عارفه، انا هتخن من كتر البتاع ده. كحك والبسكوت ده كل شويه، حتى بعد بالليل متاخر كده بجيب كحك وبسكوت وباكل برضه. تعالوا بقى نعمل الغدا كده، بقولكوش بقى. بصوا كان عندي طبعا طبق كفتة الحياتي. تمام. عاملاها ازاي؟ لحمة مفرومة عادية خالص، وجبت طبعا بصل مفروم، وخدت التفل بتاع بصل بس، ونزلت بالبهارات ملح وفلفل ومعلقة بيكنج باودر صغيرة خالص، ومعلقة نشا صغيرة برضو، وبياض بيضة، وطبعا رشة جوز الطيب كده، وفلفل اسمر وبهارات لحمة وكده يعني، انتوا فاهمين. وطبعا صبعتها وحطها في الفريزر. انا عايزه اغير يعني، عايزه اعمل كفته بانيه. زهقنا بقى من الكفته المشويه بصراحه، وعايزه اعمل كفته بانيه. فجبت طبعا الكفته، عملت اعاده تدوير ليها. جبت هنا كوبايه رز طبعا مفروم يعني مطحون وكده، 3/4 طحنه، انت فاهمين. عايزه برضو الرز يكون يبين كده في الكفته. هبتدي ان انا اصبحها. عايزه اقول لكم البهارات فيها والملح وكل حاجه، هي مش محتاجه اي حاجه خالص. يا دوبك بس حاطط عليها بس ايه، معلقه كوبايه رز مطحون. تمام. ابتديت ان انا اصبحها، لان هي خلاص يعني مش محتاجه اي توابل ولا اي ملح ولا اي حاجه، هي كده اصلا كانت حادقه اساسا يعني في الاساس يعني. فابتدي ان انا اصبحها كده زي كفتة الرز كده بس كبيرة شوية. وهنعمل بقى مكرونة، مكرونة سباكيتي وكده يعني بصوا النهاردة يبقى يوم عادي جدا. بس انا بصراحة حبيت ان انا اعمل كفتة البانيه ديت جنب الاكل، بصراحة نفسي فيها قوي. حطي هنا المكرونة، كان عندي كيس كده مكرونة صغيرة اسيبه يعني، لا طبعا حطيته علشان ما يبص. وابتديت ان انا احط هنا السباكيتي و وطبعا حبة ملح، واسيبها بقى تتسلق مع نفسيتها. بص بقى الخطوة الجاية اللي انا هعملها في الكفتة دي، اللي هتخليها تستوي، عشان لما اجي اقليها طبعا ما تبقاش نية معايا من جوه ومتحمرة من بره، انتوا فاهمين. هبتدي ان انا احط بقى ملح هنا على المكرونة، واسيبها تتسلق بقى مع نفسيتها. يا ريت بقى تضغطوا لايك على الفيديو لو انتوا معايا دلوقتي، وتعملوا اشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس، وتعملوا الكل طبعا، وتعملوا تعليق حلو زيكم كده تقولي انتوا بتتابعوني من انهي بلد طبعا يعني. عايزين تدعموني الفترة الجاية دي عشان اكمل الشروط حتى وكده يعني، عشان ايه برضو الشروط وكده برضو صعبة. هبتدي ان انا جبت صينية كده، وهبتدي ان انا احط هنا فيه الكفتة بتاعتي. الخطوة دي هتخلي الكفتة معايا مستوية من جوه زي بره، انتوا فاهمين. وبصراحة بيبقى الطعم تحفة برضو. ابتدي كده احطها على النار، واجيب كده هنا مية سخنة. ما تستغربوش، مية سخنة مش هتفك معاكي ولا اي حاجة خالص، بس هتستوي. كده شوية ملح بساط، وحطيت فلفل اسمر، وسبتها مع نفسها كده لمدة 10 دقايق. عايزة اقول لكم استوت من جوه، ولما جيت حمرتها يعني كانت مستوية من بره ومن جوه زي تحفة بجد يعني. جربوا الطريقة دي، انا بعملها بصراحة بتبقى تحفة جدا. تمام. هبتدي بقى اسيبها كده مع نفسيتها كده لحد ما تستوي شوية. و هنعمل بقى صلصة المكرونة. كنت مطلعة كيس صلصة بقى من الفريزر، اللي انا كنت مصلصاها معاكم في القناة طبعا الكبيرة. هنا جبت هنا بصمات، وطبعا بيض علشان نعمل بقى كفتة البانيه بالبيض والبصمات. ماشي. حطيت شوية ملح وفلفل على البيض، وعملتهم كده بالشوكة كويس جدا. وهبتدي بقى ان انا اول ما الكفتة تطلع هسيبها تبرد شوية، وهبتدي ان انا احطها في البيض، وبعد كده البصمات. هنعمل بقى صلصة المكرونة زيت. تمام. وبصلايه كده طبعا متوسطة، هبتدي ان انا اقطعها، وفص توم، وهبتدي ان انا انزل بالصلصة بتاعتي والبهارات والكلام ده كله. طبعا يعني احنا كلنا بنعرف نعمل مكرونة، المكرونة مش صعبة يعني، بس بعملها تحفة قوي 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 بجد. خلاص بقى هنا الكفتة خلاص استوت معايا. هبتدي ان انا اشيلها كده، انتشلها ماشي. وبعد كده المية دي طبعا بتترمي، الشوربة بتاعت الكفتة دي بتترمي يعني فاهمين. اول ما طبعا هنا البصلية اتحمرت كده يعني، لسه هبتدي ان هي تاخد لون كده، وابتدي انزل بقى عليها بالصلصة على طول. ونزلت كمان بربع كوباية مية، علشان برضو الصلصة ما تتحرقش معايا. تمام. وتبتدي انها عايزة يكون في شوية مية برضو في الصلصة كده، لان الصلصة دي بيور يعني.
وهنزل بقى هنا بالملح والفلفل والبابريكا وحبة شطة صغيرين وكزبرة ناشفة وكمون وسبع بهارات او 11 بهار من كنور، عارفينها دي بتبقى تحفة قوي في الاكل عامة، يعني بعملها في المحشي في المكرونة في كل حاجة بصراحة، بتبقى داخلة بتبقى طعم الحاجة بتبقى تحفة. هنزل كمان بالملح حبة حبة صغيرين جدا علشان حاطين واحدة مرقة دجاج، تمام، مرقة دجاج بيبقى فيها ملح. هنزل على طول بالمكرونة هنا واقلبها بقى وهظبطها كده وهسيبها بقى ايه على نار هادية خالص خالص لمدة 3 دقايق واطفي النار. هنبتدي بقى نحمر هنا الكفتة البانيه. هبتدي نزلت هنا بزيت غزير، وبعدين هبتدي ان انا احط بقى هنا الكفته في البيض، بس لازم الكفته تبرد، تمام، لازم تكون بارده شويه، ما تحطوهاش شويه سخنه على طول على البيض، ماشي. هبتدي انزل هنا ايه بالبصمات وطبعا هركنها على جنب، هعمل كميه، وبعد كده هنزلها في الزيت الغزير بقى تتحمر بقى كده من كل الاتجاهات، هتبقى مستويه من جوه، احنا سويناها من جوه زي ما سويناها من بره، تمام. اعملي الخطوه ديت هتبقى كفته معاكي تحفه بجد. هي كفته البانيه في ناس بتحمرها على طول وهي نيه، تمام، بس انا ما بتبقاش مستويه يا جماعه، بيبقى اللحمه بتبقى نيه جوه وكده، فالاحسن انك انتي تعمليها زي ما انا بعمل كده، بتبقى تحفه والله العظيم. تمام كده هبتدي بقى، انا عملت كميه اهون، وبعد كده ايه هنزل بقى في الزيت اول بقى ما ايه يسخن خالص كده، هنزل بقى كده تاخد تش، تفهمين التش دي، وابتدي ان انا اقلب على طول علشان البصمات ممكن يتحرق معايا. تمام كده هبتدي ان انا اقلب على طول، و يعني ايدي فيها باستمرار كده عشان تاخد لون ذهبي وبتبقى لونها حلو، انتوا فاهمين كده يعني. وطبعا المكرونه عندي خلاص طفيت عليها، والكفته بتاعتي بصوا خدت لون ذهبي من جميع الاتجاهات، وتحفه تحفه تحفه تحفه. الريحه اصلا كانت تحفه في البيت يعني، ريحه الكفته دي تبقى ريحتها فظيعه، تمام. هبتدي بقى انا اجيب مصفى كده وعليها ايه يعني ورقه طبعا مناديل كده، وهبتدي ان أنا انزل بقى بالكفته كده تصفي الزيت بتاعها، وغير كده بقى بتبقى تحفه. يعني عايزه اقول لكم والله العظيم جنب مكرونه تعمليها كده، اصلا الاكله ديت ما تنفعش الا جنب مكرونه، تمام. اعمليها بقى وبصوا وادعوا لي. طبعا انا كنت هنا كنت يعني قلت لكم المقادير: نص كيلو لحمه مفرومه، ونزلت طبعا ببصلايه صغيره خالص مبشوره بس التفل بتاعها مش الميه، نزلت بملح وفلفل و وسنه بيكنج باودر وسنه نشا، وكمان كوبايه رز طبعا ما يعني كوبايه رز يعني مطحون، انتوا فاهمين، والملح بتاعي والبهارات بقى اللي انت عايزاها، وشويه كده خضره صغيرين خالص تفرموهم مع بعض كده، ده كله تفرموه في الكبه وتطلع بقى تحفه معاكي. دي الكفته البانيه، ماشي. تصبعيها وبعد كده تعمليها زي ما انا قلت لك، انت تسويها على النار، وبعد كده ايه تحطيها في البيض والفيجيتار او بيض وبصمات، بتبقى تحفه. هنا ياسين ابني كان بيوريكم الاكل بتاعي، بيقول لي صوريني يا ماما صوري الاكل بتاعي. مكرونه حطيت له في طبق كده فيه مكرونه والقطعتين البانيه بتاعته، وكان مبسوط جدا جدا.